انهي لعبة اجمد من التانية، الجمباز ولا السباحة؟ تعالوا اكلمكم عن فوائد اللعبتين وفي الاخر هقول لكم مين اجمد، الجمباز ولا السباحة. 10 فوائد موثقة للعبة الجمباز. تحسين التوازن والتناسق الحركي. الجمباز بيعزز قدرة الطفل على التحكم في جسمه والتناسق ما بين الايدين والعينين والحركات. تطوير القوة العضلية. تمارين الجمباز بتزود قوة الدراعين والعضلات الأساسية اللي هي الكور. بيزود المرونة. واحدة من أبرز فوائد الجمباز إنه بيوسع نطاق الحركة عند الطفل وبيمنع تيبس المفاصل. تحسين التركيز والانتباه. الجمباز بيتطلب دقة عالية جدا وده بيساعد الأطفال على تحسين الانتباه والتركيز مش بس في التمرين وفي الدراسة كمان. تعزيز الثقة في النفس والانضباط. لما الطفل بيتعلم حركات صعبة وبيتغلب على خوفه ده بيزود ثقته في نفسه وكمان بيزود قدرته على الالتزام بالتدريب والانضباط. تحفيز النمو العصبي والذهني. دماغ الطفل بيتطور لما بيتعلم التنقل والتوازن. ده بيحفز المناطق المسؤولة عن الحركة والذاكرة في المخ. رغم كل الإصابات المحتملة في الجمباز إلا إنه الخبر السعيد إنه بيقلل خطر الإصابة في أنشطة تانية وده لأنه بيعزز المرونة والتوازن. الجمباز بيقلل احتمالات التواء القدم أو السقوط في رياضات تانية. الجمباز كمان بيساعد في تحسين صحة العظم. عادة الحركات اللي بتشمل قفز أو حركات ديناميكية بتقوي العظام وبتزود كثافتها وده بيقلل احتمالات هشاشة العظام مستقبلا. الجمباز بيساعد على التعبير الإبداعي بالحركة خاصة الجمباز الفني واللي بيدي الأطفال مساحة إنهم يعبروا بجسمهم من خلال حركات إيقاعية. الجمباز بيساعد على تأسيس نمط حياة صحي من الصغر. الأطفال اللي بيمارسوا جمباز وهم صغيرين بيكون احتمالات استمرارهم في ممارسة الرياضة على مدار باقي عمرهم أكبر من بقية الأطفال. طيب دي فوائد الجمباز. تعالوا بقى نتكلم عن فوائد السباحة. فوائد ممارسة السباحة: تقوية القلب والرئتين. السباحة من أفضل التمارين القلبية والتنفسية، بتحسن كفاءة الرئة بصورة كبيرة جدا. السباحة مناسبة لكل الأعمار ولكل الأوزان، مش بتسبب ضغط على المفاصل، لذلك هي مناسبة جدا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكمان الأطفال اللي بيعانوا من السمنة. بتحسن اللياقة البدنية عامة لأنها بتدمج بين قوة العضلات واللياقة القلبية في نفس الوقت. السباحة بتزود مرونة الجسم. الحركة في المية بتحتاج تمدد في العضلات والمفاصل وده بيزود من مرونة الجسم عموما. السباحة بتعزز القوة العضلية في الجسم من غير تحميل زيادة. الكلام ده معناه ايه؟ المية تعتبر عامل مقاومة لكنه عامل مقاومة لطيف، فلما بتسبح العضلات بتبتدي تتبني لكن بلطف مش بعنف مش بخشونة ومش بألم. السباحة بتخفف التوتر وبتحسن المزاج لأنها بتحفز على إفراز الإندروفين اللي بيسموه هرمون السعادة وبالتالي بتقلل القلق وبتحسن النوم. أهم حاجة بتعلمها لك السباحة هي مهارة النجاة والحماية من الغرق. تعلم السباحة مش مجرد رفاهية، دي مهارة حياتية أساسية ممكن تنقذ حياة أطفال كتير. تامن فايدة لممارسة السباحة هي تحسين التناسق العضلي والعصبي، لأن السباحة بتحتاج حركة متزامنة من الأطراف وفي نفس الوقت التنفس المنتظم. السباحة كمان بتسهل الهضم وبتحسن الدورة الدموية وده اللي بيفسر لنا ليه لما بنعوم كتير بنبقى جعانين، لأن في حاجة اسمها ضغط هيدروستاتيكي بيحفز حركة الجسم من جوه، هتلاقي كل حاجة ماشية بطريقة لطيفة. 10 فايدة لممارسة السباحة هي إنك بتكون موجود في بيئة ممتعة وآمنة في نفس الوقت، تديك إحساس بالحرية والانطلاق وبتخلي التمرين ممتع حتى عند الناس اللي مش رياضيين. طب هو إيه أفضل للطفل، السباحة ولا الجمباز؟ أنا هجيب لكم من الآخر. لو طفلك صغير جدا عمره من 3 ل5 سنين فأنصحك إن أنت تبدأ بالسباحة، لكن لو طفلك نشيط جدا وحركي وما بيقعدش على حيله ثانية واحدة وفي نفس النطاق العمري ده فالجمباز هيكون اختيار ممتاز خصوصا للأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه. طب ايه الأحسن؟ أحسن حاجة إنك تعمل مزج بين الرياضتين لكن مش في نفس الوقت، يعني الطفل يمارس نوعين الرياضة لكن في مراحل مختلفة، مراحل يمارس فيها جمباز ومراحل تانية يمارس فيها سباحة. ده اللي يخليني اقول لكم ان السباحه من افضل الرياضات اللي ممكن تبتدوها بعد ما تقرروا ان انتوا تبطلوا جمباز. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. واخر حاجه حابه اقولها لكم ان كل ام بتقضي من عمرها ومن وقتها ساعة واثنين وثلاثة واربعة جوه التمرين، مرة واثنين وثلاثة واربعة ويمكن كمان الاسبوع كله في اوقات البطولات، انت اللي بطلة حقيقية وتستاهلي كل حاجة حلوة في الدنيا.